تيست واحد اتنين تلاتة. السلام عليكم. اوبا، الفيديو ده انا تعبت فيه جدا، واللي يشوفني النهارده ما شفتنيش امبارح تقريبا، يعني ما علينا. سيبك من شعري تماما خالص، لسه بيتظبط، انت عارف الحوار ده كويس جدا. وتخيل بقى معايا ان شركه عمرها 7 سنين بس حرفيا قدرت في وقت قصير جدا تفرض اسمها وسط اكبر شركات الكيبوردات في العالم كله حرفيا. لا وحرفيا مره تانية دي بقت بعبع اي شركه كيبوردات في العالم حرفيا، بجد مره ثالثه بقى ايا كانت هي مين بجد. وغير كده كمان ان بقى في ناس حلم من احلامها انها تمسك كيبورد منها. انت متخيل احنا وصلنا لايه اصلا، او بمعنى صح الشركه دي وصلت لايه؟ والنهارده انا بين ايدي احدث نسخه من اشهر كيبورداتهم، وهو الايبو ميكر ار تي 100 برو. والاحلى بقى من كل الكلام اللي احنا قلناه ده ان دي تقريبا اول مراجعه للكيبورد ده على اليوتيوب في الوطن العربي كله حرفيا. او لا مش تقريبا، ده اكيد بصراحه، يعني مش تكبر ولا غرور خالص بصراحه. وطبعا انت اصلا بقيت متعود على حاجه زي دي في القناه، يعني الحمد لله احنا بقينا من اوائل الناس اللي بتراجع منتجات الهاردوير على اليوتيوب تقريبا يعني. وكمان احنا كنا في الفلوج اللي فات اول فلوج في المول يعني وبتاع، فالدنيا رايقه جدا وانت فلوجات وكل حاجه انت متدلع انت حرفيا يعني. واهلا بيكم في قناتكم ايه هاردوير، معاكم ادم حسن، والنهارده معانا مراجعه جديده. او لا بعد اذنك دي اول مراجعه للكيبورد ده في الوطن العربي، يعني خلاص انت حفظت الحوار ده بس لازم احفظه لك مره ثانيه يعني، ما علينا. وعشان اي مراجعه تكون محترمه جدا عندنا في القناه فاحنا لازم نبدا من اول حاجه هتقابلنا، وهي العلبه ومحتويات العلبه. لايقه قوي على بعض يعني، ما علينا. اول ما تفتح البوكس الضخم قوي اللي تقريبا واخد الكادر ده كله هتلاقي في وشك طبعا الكيبورد اول حاجه يعني، ما علينا. كميه ما علينا في الموضوع مش طبيعيه يعني. المهم ان من اول نظره للكيبورد ده هتحس ان هو واخد ستايل الريترو او الكلاسيك، زي كده كمبيوتر صخر بتاع زمان لو تفتكروا، بس بقى على شاشه مميزات بقى حديثه بقى وبتاع، انت فاهم. ده فيه حرفيا شقلباظات في الكيبورد ده بجد يعني، هنعرفها مع بعض حته حته. المهم ان تصميم الكيبورد ده من اكتر الحاجات اللي هي مميزه ليه؟ ده على ستايل قديم مش عارف الدنيا دي كلها. هسألك انا سؤال بذمتك، انت بتشوف كيبورد بنفس التصميم ده حاليا ايا كان بقى من اي شركه؟ طبعا هترد عليها وتقول لي قليل جدا قليل جدا جدا. في بس قليل جدا. فدي بقى الفكره، التمييز. ايبو ميكر بتلعب على التمييز. وعشان نبقى عارفين بس ان ايبو ميكر مشهوره جدا في اوروبا، وحرفيا دي الماركه اللي بيعشقوها الاوروبيين بجد، لكن مش منتشر عندنا هنا في الوطن العربي، فلازم نشهرها بقى. بما انكم يا ايبو ميكر بعتوا لي فاحنا لازم نشهركم هنا في القاهره ونشهركم في مصر والوطن العربي كله يعني. الاهم بقى من كل ده نرجع تاني للحوار البوكس. هتلاقي بقى في العلبه ترحيب ايبو ميكر الشهير، وكمان هتلاقي طبعا المانيوال او كتاب التعليمات يعني. وبصراحه عشان نبقى عارفين بس احنا هنا في ليفل اعلى من الكيبوردات، فيعني ايبو ميكر ما كنتش عارفه تحط ايه تاني في البوكس، فراحت حاطه معاهم مناديل. لا شيء بصراحه او منديل واحد عشان ابقى واقعي معاك عشان تمسح بيه الكيبورد يعني. المهم كمان هتلاقي كابل اليو اس بي تايب سي، وكمان هتلاقي اداه خلع الكي كابس، وكمان هتلاقي اداه خلع السويتشات عشان لو حبيت ان انت تغير السويتشات بسويتشات تانية يعني. وهتلاقي بقى الدونجل بتاع الكيبورد ال 2.4 مستخبي في ظهر الكيبورد من ورا، ولكن حرفيا بمغناطيس قوي قوي، مغناطيس قوي بطريقه مش طبيعيه بجد. وطبعا هتلاقي الكيبورد راكب عليه الشاشه الذكيه بتاعته الصغيره، ولكن خد بالك من جزئيه مهمه جدا. الشاشه دي اول ما انا مسكت الكيبورد كانت هتقع مني، فمعنى كده انها مش متركبه كويس، فخد بالك ان انت لازم تركبها كويس على الكيبورد. اضغط عليها ضغطه بسيطه عشان ما تكسرش البنات، بس عشان عارفك انا غشيم انت موت يعني. وبالمناسبه الشاشه دي اصلا بتقدر انت تفكها وتركبها بكل سهوله حرفيا، مش صعبه خالص. نيجي بقى لاول انطباع انا خدته عن الكيبورد ده. انا كنت متوقع ان الخامات بتاعته تكون بريميوم حاجه جباره بقى ومش عارف الدنيا دي كلها، لكن انا اول ما مسكته لقيته انه تقيل. الكيبورد تقيل قوي، يوزن له 3 4 كيلو مثلا، حرفيا وزن لابتوب. وده بقى بصراحه من غير تطبيل اقسم بالله بيخليك تحس ان انت ماسك حاجه اعلى من البريميوم. الخامات فعلا بسم الله ما شاء الله جباره، اعلى مما توقعت اصلا. بس بسم الله الرحمن الرحيم كده مش مناسب للتنقل تماما عشان نبقى فاهمين. بس بقول لك الكيبورد بوزن لابتوب تقريبا، انت بتقول لي تنقل ايه؟ بس الوزن هنا بالنسبه لي مش عيب اطلاقا، الا لو انت بتتنقل زي ما قلنا من شويه. لكن لو الكيبورد ده مكانه ثابت حرفيا بص بيدي ثبات مش طبيعي. الكيبورد ده مستحاله ان انت تهزه من على الترابيزه بجد. وكمان مع الخمس ارجل المطاطيه اللي تحت الكيبورد ده انت خلاص شبه مستحيل ان انت تحرك الكيبورد اصلا، لازم ترفعه وتشيل المكان اللي انت عايزه. انا عن نفسي بعمل كده حرفيا. وطبعا بالنسبه للتصميم زي ما انت شايف كده
كده، بعيدا عن حوار الار جي بي اللي بقى موجود في اي كيبورد حتى لو ب 300 400 جنيه. ولكن بصراحه فكره ان الشركه تمزج بين ستايل كلاسيكي وستايل حديث ده جامد جدا بصراحه. زي ما يكون كده عملت ايه، جابت كيبورد قديم كلاسيكي كده حطيته في الخلاط، وجابت كيبورد حديث كده في 2026 زي ما احنا شايفين كده وحطيته برده في الخلاط مع الكيبورد القديم، وخلطتهم مع بعض طلع لنا بالايبو ميكر ار تي 100 برو. فعلا الحوار ده جامد جدا بصراحه والله العظيم، ما تطبيل ولا انا متفائل اي حاجه عشان ما فاهمين بس. واعتقد اي حد كان بيتابع مراجعاتي عارف ان انا مش بطبل في اي مراجعه يعني. نيجي بقى لجزئيه الكيبورد ده جايب 60% ولا 80% ولا ايه بالظبط. الكيبورد ده جاي فول سايز بنسبه 95%، يعني انت تقريبا واخد كل الازرار اللي انت محتاجها عشان نبقى فاهمين بس. وعشان نبقى عارفين انت كمان تقدر ان انت تشيل الشاشه دي خالص وتحط مكانها 4 ازرار منهم البرنت سكرين عشان لو انت مش حابب تستخدم الشاشه اصلا يعني. ولكن لو جينا بقى لجزئيه الحجم بتاعه على المكتب بتاعك فهو بصراحه ضخم جدا عشان ابقى واقعي معاك. يعني انا شفت ناس اجبيين بيقول لك لا صغيره مش عارف ايه بتاع، يعني مش صغير خالص عشان ابقى واقعي. ايه كل ده، ايه ده، ما علينا. نخش بقى على اهم نقطه في اي كيبورد، السويتشات. النسخه اللي ايبو ميكر بعتتها لي وهي الكريمي جات سويتش. السويتش ده متصنع من ايبو ميكر نفسها، اكيد مش من اوتيمو مثلا عشان ابقى واقعي معاك. بقول لك احنا في مرحله مختلفه تماما، ما تروحش تجيب لي بقى سيره اوتيمو بعد اذنك. المهم ان السويتش ده لينير سويتش، يعني مفيش اي صوت كليكي وكمان مفيش مقاومه في نص الضغطه. انت متخيل هنتكلم في ايه؟ يعني انت حرفيا بتضغط على زرار في الكيبورد الضغطه من اولها لاخرها مفيش مقاومه، حرفيا الحركه كلها ناعمه من اول الضغطه لحد اخرها. عشان اعرف اوصلها لك هي تقريبا قرب الريد سويتش شويه، ولكن مش نفس الصوت ولا نفس الاحساس ولا الكلام ده خالص. بس دي اقرب نقطه ان انا اقدر ان انا اوصل لك المعلومه بيها، لان انا حتى مهما وصفت لك انا مش عارف اوصف لك احساس الضغط عامل ازاي بصراحه، لازم انت تجرب بنفسك. بس دي كانت اقرب نقطه ليه في السوق العربي يعني. وكمان السويتشات دي جايه فاكتوري لوبد من المصنع. يعني ايه فاكتوري لوبد؟ ما اداش في النقطه قوي، ها عارفك انا كويس. يعني معمول للسويتشات دي زي تشحيم او بمعنى اصح صنفره بالبلدي كده يعني قبل ما توصل للمستخدم. والحركه دي بقى بتعمل ايه؟ بتقلل الاحتكاك بين السويتشات، ومش كده بس كمان بتخلي الصوت انعم وبتخلي الاحساس وانت بتكتب احسن. لكن بسرعه الكلام ده لوحده مش كفايه، فتعالى بقى اما اسمعك صوت الكيبورد نفسه عامل ازاي على الحقيقه. الصراحة ومن غير تطبيل ده من أنظف أصوات الكيبوردات اللي أنا سمعتها في حياتي حرفيا بجد. وده لأي كيبورد أنا استخدمته في حياتي أو حتى جربته في إيفنت كبير. حرفيا الصوت ما فيهوش بقى لا رنة مزعجة ولا الكلام ده خالص، انسى الحوار ده. بجد صوت الكيبورد ده ممتع بشكل مش طبيعي بجد حقيقي والله. طيب السؤال هنا بقى والأهم لأي حد بيلعب، هل الكيبورد ده مناسب فعلا للجيمنج ولا الكلام ده؟ الإجابة المختصرة أكيد أكيد يعني من غير أي فقاقة. ولكن بكل هدوء خلينا نحكي الكيبورد ده مناسب ليه بالظبط. الكيبورد ده اولا كده بيدعم الاتصال عن طريق 3 طرق، واول طريقه واسهل طريقه وهي عن طريق السلك اليو اس بي لتايب سي اللي جاي في البوكس مع الكيبورد هنا. وتاني طريقه بقى وهي عن طريق الوايرلس 2.4 عن طريق يعني الدونجل الصغير اللي جاي في ظهر الكيبورد ده. ودي افضل طريقه تقريبا هتشتغل بيها في الكيبورد ده، لان هو دي الطريقه الاساسيه اللي انت هتشتغل بيها عموما يعني. كيبورد دافع فيه رقم زي ده اكيد مش هستخدمه بسلك اكيد يعني. وعشان نبقى فاهمين ان الدونجل 2.4 اللي جاي مع الكيبورد ده حرفيا ما فيش فيه اي تاخير عشان ما فاهمين بس، زيه زي السلك بالظبط. وتالت طريقه عن طريق البلوتوث عادي جدا كانك بقى بتستخدمه على اللابتوب او تستخدمه حتى على الموبايل، فاهم انت؟ اما بقى بالنسبه لاهم حاجه بالنسبه للجيمر فهو البولينج ريت، فهو حرفيا بيوصل ل 1000 هرتز في الثانيه الواحده. انت متخيل احنا بنتكلم عن ايه؟ ولو انت مش فاهم او مش مقدر يعني ايه 1000 هرتز في الثانيه الواحده، فده معناه ان الكيبورد بيدي 1000 امر للضغطه الواحده للبي سي في الثانيه. هرد عليك واقول لك ان ده حرفيا مهم جدا 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 في الالعاب التنافسيه او الالعاب الشوتر زي مثلا لعبه زي فالورنت او لعبه زي فورتنايت اللي حرفيا بيحتاجوا فيها الفينتو ثانيه في اللعبه. وبيدعم كمان الانتي جوستنج. يعني الخلاصه كده من الاخر انت حتى لو ضغطت على كذا زرار في نفس اللحظه مع بعض الكيبورد هيسجلهم ويبعتهم للبي سي بكل سهوله وبدون اي مشاكل. حرفيا مش هيجي يقول لك طب انا انفذ ده وانفذ ده ويجي لي ايرور في الاخر انا بقى، لا هنا مفيش الكلام ده خالص يعني عشان نبقى فاهمين.
ولكن نيجي بقى لاهم حاجه شهرت الكيبورد ده في الغرب مش عندنا هنا، وهي الشاشه. والحقيقه دي مش مجرد شاشه شكلها حلو كده وخلاص عشان ابقى واقعي معاك، يعني انت تقدر على الشاشه دي تعرض عليها الوقت او الساعه والتاريخ بمعنى اصح، ونسبه البطاريه ووضع الاتصال بقى اذا كان انت متصل بقى عن طريق ال 2.4 او متصل عن طريق السلك او الكلام ده كله. وكمان تقدر ان انت ترفع عليها GIF مثلا صوره القطه اللي عماله تطلع لسانها دي مثلا كده، او حتى لو صوره ثابته او صوره ليك او الكلام ده كله تقدر ان انت ترفعها على الشاشه دي. المهم ان انت في الشاشه دي او بمعنى اصح الكيبورد ده تقدر ان انت تخصص فيه اي حاجه انت عايزها على مزاجك بجد. ودي بصراحه الحاجه اللي بتخلي الكيبورد ده ليه شخصيه مختلفه بين اي كيبورد في الفئه السعريه او حتى اعلى او حتى اقل في الفئه السعريه. تعال بقى نتكلم عن جزئيه السوفت وير. اولا كده ازاي تنزله عشان انا حرفيا دخت عشان اعرف اجيب السوفت وير ده. اولا كده هتفتح جوجل كروم وهتكتب فيه اسم الكيبورد عادي جدا ايبو ميكر RT 100 برو كانك لسه هتشتريه من موقع ايبو ميكر. وطبعا سيبك بقى من المواصفات والكلام ده كله، انت اكيد مش محتاجه، يعني احنا عمالين نتكلم طول الفيديو يعني مش عايزين نهزر في الحوار ده بعد اذنك. الله ناس غريبه صحيح. هننزل بقى شويه لتحت وهنلاقي السوفت وير بكل بساطه وبكل عباطه اللي انا حرفيا دخت عشان اعرف اوصل للسوفت وير ده بصراحه يعني. وخد بالك من نقطه مهمه جدا، اتاكد ان انت اول مره وانت بتدخل السوفت وير ان انت تكون موصل الكيبورد عن طريق السلك مش عن طريق البلوتوث او عن طريق الدونجل، دي اول مره بس. بعد كده بقى وصل اللي انت عايزه يعني. نرجع بقى لحوار الشاشه ده من تاني، هل الشاشه دي شكل حلو كده على الفاضي ولا ايه بالظبط، ولا من الاخر كده فشخره؟ عايزين نفهم. تعال افهمك واحده واحده. من الشاشه احنا بنقدر ان احنا نعدل الالوان بتاعت الكيبورد او الRGB بتاع الكيبورد، نقدر ان احنا نتحكم في المودات الRGB اللي موجوده في الكيبورد كلها عموما يعني. وكمان بنتحكم منها اذا كان احنا هنستخدم الكيبورد ده على الماك او الماكنتوش بمعنى اصح ولا على الويندوز. بس كده عشان ابقى واقعي معاك بصراحه. نيجي بقى لجزئيه مهمه جدا ما اتكلمناش عليها خالص، وهي بطاريه الكيبورد هنا. البطاريه جايه 5000 ملي امبير. انت متخيل احنا بنتكلم عن ايه؟ انا والدي اول ما سمع الرقم ده قال لي دي بطاريه موبايل، هو وصاحبي ياسين شعبان بجد. ولكن يعني يعني البطاريه 5000 ملي امبير بتقعد 12 ساعه تقريبا. شفتني وانا ميت. بس ده لما انت تكون معلي بقى الاضاءه ومشغل الشاشه على طول والكلام ده كله. لكن لو انت بقى شايل الشاشه ومقلل الاضاءه والكلام ده كله طبعا هتقعد معاك حوالي 43 ساعه تقريبا. فبصراحه طلع حوار ان البطاريه تكون 5000 ملي امبير ده طلع حاجه معقوله. انا كنت فاكر دي حاجه ضخمه بس لا، ده طلع حاجه معقوله جدا بصراحه. طب نيجي بقى الجزء احنا دلوقتي عاملين له المواصفات وندي مميزات وبتاع. طب ايه الكيبورد ده يعني ما فيهوش عيوب ايه يا عم؟ انت كامل من كل النواحي. الحقيقه ان في كذا عيب في الكيبورد هنا. اولا كده زي ما قلت لك من شويه ان الاوروبيين حرفيا بيعشقوا كيبوردات ايبو ميكر، وان ايبو ميكر من اعلى المبيعات في اوروبا طبعا في الكيبوردات يعني. فادى الى ذلك ان الكيبورد انجليزي بس ما فيهوش عربي. ده اول عيب بالنسبه لنا احنا كعرب يعني. تاني عيب انا ما فهمتش حقيقي ليه ايبو ميكر عمل الRGB من تحت الكي كابس، بمعنى ان الحروف مش مضيئه. ليه مش مضيئه يا ايبو ميكر؟ ليه كده RGB شكل بس عشان نبقى فاهمين بس. تالت جزء بقى وهو في الشاشه نفسها. دلوقتي انا ككائن اسمي ادم يعني طبيعي جدا عايز اشوف نسبه البطاريه، والمفروض ان الخاصيه دي موجوده في الكيبوردات عادي جدا. دلوقتي انا عايز اشوف نسبه البطاريه كام في الكيبورد، مش ظاهر لي نسبه البطاريه كام بجد. الحوار ده رخم جدا. كل اللي ظاهر لي ايقونه البطاريه وايقونه البطاريه دي ثابته مش بتتحرك. جربت كل الافتكاسات من السوفت وير ما عرفتش. فبضطر ان انا لو عايز اشوف بطاريه الكيبورد دي كام في الميه بضطر ان انا افتح السوفت وير واشوف البطاريه كام في الميه من السوفت وير نفسه. فدي بصراحه حركه مستفزه جدا. ما اعرفش بقى دي ايه المشكله او دي مشكله عندنا بس ولا دي ايه بالظبط. ورابع واخر عيب معانا هو ان الكيبورد دي بتشحن في حوالي 4 ساعات. فبصراحه جزئيه الشحن ده بطيئه موت بصراحه يعني. كده مفيش اي عيوب تانية في الكيبورد، وحرفيا انا عصرت لك كل حاجه من عيوب ومميزات في الكيبورد ده. نيجي بقى لاكتر جزئيه مفيش حد مصري بيحبها على كوكب الارض، وهي جزئيه السعر. السعر كام يا عم ادم؟ طيب جزئيه ما كنتش حابب اتكلم فيها بصراحه، ولكن الكيبورد ده سعره في وقت تصوير الفيديو هو حوالي 116 دولار. ولكن لو انت هتجيبه من تاجر جوه مصر صعب تلاقيه، ولكن مش مستحيل. مش انا بقول ايه؟ يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخه في الكلام. ناقصين لبخه، ده عايز يتعالج ويجي لنا. مش مستحيل بمعنى صح. هتلاقيه في رينج من 7500 جنيه ل 8000 جنيه. اما بقى لو جينا لجزئيه ان انت جبت الكيبورد ده من بره مصر عن طريق موقع ايبو ميكر بالشحن وبالجمارك حوالي 6500 جنيه. انا مش عايز ان انت تتصدم من السعر، بس دي فعلا اسعار الكيبوردات الكريمي حاليا. نيجي لجزئيه امتى تشتري الكيبورد ده. الكيبورد ده تشتريه لو انت بتحب التميز حرفيا. بص انت عشقك هو التميز في الحياه، طبعا ساعتها انت ما عندكش غير الكيبورد ده اصلا، لان ده اكتر كيبورد مميز في العالم تقريبا. مش قوي بصراحه بس هو مميز جدا يعني. ولو انت برضو جيمر عليك وعلى اي كيبورد من ايبو ميكر عموما يعني. بس كده يا رجاله قولوا لي لو انتوا حابين ان احنا نراجع منتجات تانية لايبو ميكر، سواء بقى كان ماوس كيبورد الكلام ده كله. وحاول كمان ان انا اجيب لكم حاجات فئات اقتصاديه اكتر من كده. بس كده يا رجاله مره تانية